أنا أستغرب يعني المثل يقول لك هم يبكي وهم يضحك. أعيد للمرة الثانية وأكرر أنه خرجات سلال أو سقطات سلال وحدت الصوت الجزائري. أجد نفسي للمرة الثانية أساند ما قاله الأخ أنس. عندما تجد وزير الأول يسب الشاوية، عندما تجد وزير من الحكومة يقول عن الشعب ينعل البول اللي ما يحبناش، عندما تجد وزيرة تقول أن الصلاة من الجاهلية، عندما تجد وزير الشؤون الدينية يقول أن الحجاب أخلاق وليس مجرد فولارة أو مجرد لباس، عندما يخرج علينا رئيس الجمهورية في عز الحملة الانتخابية ويدغدغ النساء، يصدر مرسوم للمطلقات، وكأن المطلقات ظهروا في الجزائر أمس فقط، ما همش من 1962. ثم يصدر مرسوم رئاسي وليس قانون، مرسوم رئاسي للمغتصبات، وكأنه يشجع الاغتصاب. أي شابة مغتصبة عندها 3 ملايين، يعني وكأنه يشجع عن الانحلال الخلقي في المجتمع في عز الحملة الانتخابية لكسب أصوات النساء. هو يعرف أنه 50% أو أكثر من 50% من المجتمع الجزائري نساء، يريد أن يكسب هذه الفئة. للأسف الشديد أنه أعاد الاعتبار للمرأة بين قوسين المتبرجة، ولكنه أهان الرجل. نحن بحاجة إلى رئيس يعيد الاعتبار للرجل، لأن بوتفليقة من يوم توليه الحكم في 99 وهو يميل إلى حقوق المرأة، وفرض الثلث في البرلمان، و90% من نواب البرلمان أو يعني نائب في البرلمان مرأة. 90% يعني معروفين، يا إما حفافة يا إما مش عارف، يعني ما عندهمش مستوى سياسي أنها تشرع باعترافهم. وبالتالي نعود إلى غرداية. ما يحدث في غرداية، ما يحدث في غرداية أقول بأنه مفتعل. لماذا؟ لأن الحكومة الحالية لو أرادت أن تتحكم في الوضع في غرداية من ناحية القوة، لو سخرت فقط نصف القوة العمومية، نصف الشرطة التي سخرتها للمسيرات السلمية في العاصمة لاستتباب الأمن في غرداية، لتمكنت من إطفاء نار الفتنة. لو أرادت حل المشكل، وهو مشكل بسيط، قضية أراضي، عراك من أجل مقبرة، من أجل أراضي، يحلوا المشكل. أين المشكل؟ كاين أراضي صالح البناء تابعة لأملاك الدولة يوزعوها على الناس المحتاجين المتضررين. ولكن أليس يعني هناك شعور لدى المذابين بأنهم مستهدفون؟ يعني هم يقولون مستهدفون من طرف الحكومة، لأن المذابيين إخواننا المذابيين متعايشين مع العرب المالكيين من آلاف السنين، ما هيش من أمس. المذابيين هذو ما جاوش من أمس، هذو موجودين من الدولة الرستمية، موجودين ولا قبل، يعني هذو موجودين من عمرنا ما سمعنا. المجتمع المذابي مجتمع متماسك، المجتمع المذابي مجتمع منظم، والعرب الموجودين في غرداية متحابين ومتآلفين مع المجتمع المذابي بدون أي مشاكل. ما الذي يدفعك للقول بأن الأمر مفتعل؟ يعني الأمر مفتعل لأن المشكل ليس مشكل مذهبي، مشكل أصلا مشكل مادي. قضية يعني الصراع أصلا من أجل مشكل مادي، أراضي. ما المقصود إذا كان هذا مفتعل؟ ما المقصود منه؟ المقصود منه هو إلهاء الشعب بصراعات جانبية، صراعات أو غلاغل تلهيه عن الموعد الأساسي اللي هو موعد الرئاسي، وتتمكن الحكومة من فعل ما تريد فعله. أؤكد لك الآن بعد 17 أبريل ستحل القضية في غرداية نهائيا. طيب بعد 17 أبريل ستسمع أن المشكل في غرداية انتهى نهائيا. وسلال أراد أن يخرج الصراع من غرداية إلى منطقة ثانية وهي منطقة الأوراس، وربما بعد أسابيع ستسمع انتفاضة في منطقة القبائل. طيب خليك معنا سعيد.